بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا بالصواب. فضل ليس امر نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. طبعا كلنا اتفرجنا يا جماعه، النادي الاهلي ما جاش في مباراه شباب القبائل. يعني الاهلي ما راحش الجزائر اصلا. اداء سيء، وتغييرات سيئه جدا، من المدير الفني. وفي حاجات مش مفهومه، يعني البدني بتاع اللعيبة واقع جدا. بدن اللعيبة رايح في داهية. تريزيجيه اتصاب النهاردة، بنقول له سلامات. وزيزو طبعا مصاب، وإمام عاشور طبعا موقوف واخد عقوبة. مش عارف الفترة الجاية هتمشي ازاي، مش عارف مباراة الجيش الملكي هتمشي ازاي. مباراة انت محتاج برضو تفوز فيها عشان تتصدر، تلعب مركز تاني. آم، وتفوز بالصدارة، يعني تصعد متصدر المجموعة إن شاء الله، تصعد أول. ولكن الأداء يعني رايح في داهية يا جماعة. الأداء رايح في داهية، وفي علامات استفهام كتير جدا من المدير الفني. أنت إزاي مش بتلاعب بالعمري؟ إزاي مش عايز تحطه في القايمة؟ أمال إحنا بنجيبه ليه؟ مش فاهم. ده خارج القايمة ليه؟ نفسي أفهم. عندك الجزار ليه بتلاعب؟ يعني معلش، أحمد رمضان بيكهام. مع احترامي، اكيد الجزار افضل من بيكهام بكتير. يا جماعه اقسم بالله بيكهام قليل جدا، ان هو يلعب في النادي الاهلي. هو طاهر محمد طاهر، مع احترامي ليهم كاشخاص. ولكن انا بتكلم فنيات. الناس دي يعني معلش قليله جدا والله. في الوقت الحالي قليله جدا. طاهر محمد طاهر ممكن ولكن مستواه مش ثابت يا جماعه. بيلعب مباراه فوق و10 ايه و80 مباراه تحت. طب انا ده هقعده في النادي الاهلي عشان يلعب لي مباراه كويسه في الموسم؟ لا طبعا، لا طبعا. الناس دي قليله جدا والله انها تلعب في النادي الاهلي. وانا بحمل مجلس الاداره بطء في الصفقات، بطء في التعاقد مع الصفقات، بطء في الاعلان. صفقات دون المستوى، دي مش صفقات النادي الاهلي. ودي مش صفقات يعني تليق باسم النادي الاهلي. ده هنعرفه في المستقبل، ولكن دي وجهة نظري، كل واحد حر في وجهة نظر. ولكن انا وجهة نظري الصفقات السنة دي او الصفقات الصيف ده، الشتاء دي، الصفقات الشتوية دي، اقسم بالله كلها بلح. بلح يا خطيب. سلام عليكم.